السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اخواتي وحبايبي، عاملين ايه؟ صباح الفل، صباح السعادة، صباحكم زي العسل وبزيادة. طبعا اخواتي احنا النهاردة هنكمل حلقاتنا والموسم بتاعنا على القناة دي، لان حصل عطل في القناة التانية، مش عارف في ايه، بلاغات، حوارات، الله المستعان. بس احب اقول لكم اللي طول ما فينا نفس فاحنا مستمرين ومكملين. النهارده انا هلاقي الحمام زي ما انا قلت لكم، وحسبنا الموضوع ده تقريبا من 20 يوم او 25 يوم. قلت لك انا عاوز اوفق الحمام الغزار وانا بجوزه او بلاقيه مع الحضان. فطبعا النهارده هوريكم، بصوا كده معايا، بصوا معايا، دي الزغاليل الزاجل، دي الزغاليل الزاجل. الزغاليل دي كده ممكن تكون في عمر كده بالظبط كده مثلا 12 يوم 13 يوم، 12 13 يوم. طيب دول كده امهم وابوهم هيبداوا يكسروا على بعض علشان يبيدوا. بعد قد ايه بقى امهم وابوهم؟ اسبوع 10 ايام. يبقى انا النهارده لما الاقي الغزار ياخد له برده اسبوع 10 ايام يكون محصي، يبقى انا وفقت الحضان مع الغزار. فاحنا النهارده هنلاقي، ومعنى كلمه اللي احنا هنلاقي يعني هنجوز، يعني من الاخر يا بخت من وفق راسين في الحلال يا عم الحاج. خلاص. طبعا معانا هنا دي تيرة صفية اهي، دي تيرة صفية اهي باينة معاكم اهي. دي اول تيرة ان شاء الله كده باذن الله هندخلها على الدكر ده، وادي الدكر بتاعها اهو. ده دكر صافي نقش، اصفر نقش اهو. هخش مع بعض. طبعا التحديق او الجرش موجود في الطاجن اللي هيبيدوا عليه. وبرده برشح حاجه يا جماعه علشان خاطر بس يبقى ايه المعلومه عند الناس كلها. الايام اللي جايه اللي هي بتاعت شهر 12 وشهر 1 بفضل انك تحط في الطاجن قش. افضل حاجه تحطها في الطاجن قش. طب ليه ما احطش جرش؟ الطاجن فخار بيحتفظ بالسقعه، والجرش يعتبر من الرخام والطوب فبيحتفظ بالسقعه. طب انا عاوز حاجه تحوط على الحصى وتحتفظ بالدفء بالسخونيه، فهو القش. اليومين دول العش ده انا هاخده على جرش، ولكن بعد كده هشتغل بالقش. طيب القش يا عم الحاج بتعامل معاه ازاي؟ بجيب القش بحطه لهم كده في الفتحات، وهم بيشدوه ويبداوا اللي هم ياخدوه يحطوه في الطاجن ويغزلوا بيه العش بتاعهم. خلاص. نيجي بقى هنا، اللهم صل على النبي، تيره خضراء اهي. التيره دي احنا خدنا منها حصوتين يا جدعان، وهي ما شاء الله عليها جاهزه. تعالوا معايا هندخلها على الذكر الاخضر هنا. تمام. هنيجي هنا، ايه ده؟ عفريته. ومعانا هنا تيره بلقه سودا، طبعا انا كنت خارطها اهي. هندخلها على الذكر ده. دول كنت انا واخد منهم زغلول. وفي معانا تيره ثانيه بلقه سودا اهي، هوريها لكم برضو. طبعا التيره دي ديلها طبعا اسود، ولكن هي ما بتفرخش كده يا جدعان، هي ما بتفرخش الكلام ده اهي، باينه معانا. هندخلها على الذكر ده. هات لنا كده كل قص كده مع بعضه. هنا بقى معانا مين؟ دي يا جدعان انا مسميها ايه؟ نتاشا. تمام. دي نتاشا على اسم واحده اوروبيه بتدعمنا على التيك توك اسمها نتاشا اهي. نتاشا تخش على مين؟ على ابو الكتاكيت كتكوت اهو. هجيب لهم بياضه دلوقتي. بصوا الاثنين عملوا ازاي اهم، ما شاء الله. في عندنا هنا تيرتين قشر بنادق. في تيره معانا اهي، دي تيره اهي. تمام. وهوريكم التيره الثانيه. التيره دي جاهزه اهي، هدخلها على القشر بوندو اهي.
ديت التيره الثانيه كده، انتوا معايا وانا بلاقي ها. ودي التيره الثانيه. لو بصينا بقى على التيره الثانيه دي هنلاقيها مهجره شويه نواعم. هتلاقوا النواعم بتقلش اهي، راميه نواعم. فدي انا هصبر عليها دلوقتي. تمام. في عندنا ذكر صافي هنا هدخل له التيره الصافيه الثانيه دي اهي. دي تيره صافيه اهي، بسم الله ما شاء الله عليها، اموره بسم الله ما شاء الله، ربنا يزيد ويبارك. ان شاء الله ناخد اول خيرها دي، ربنا يكرمنا بيها. هندخلها على الذكر ده نتفرجوا عليهم برضه اهو. نيجي بقى في حته الناس كلها تبقى عاوزه تفهمها، يمكن احنا قلناه كذا مره، وهي لسه عندي بنفسجيه هنا برضه اهي. تعالى بص يا جدعان عشان ما بمسكش الحمام ده معفرت ما بمسكوش. وادي البنفسجيه اهي مع البنفسجه اهو. طبعا الاثنين وحشين بعض قوي، اتفرجوا عليهم بصوا، وحشين بعض الاثنين. بقى قصه حب غراميه قديمه دي اهو. دول القص البنفسجيات. تمام كده. انا بحاول ان انا اوفق، بصوا السلاجه كلها هاجت ما شاء الله. بحاول اوفق الاسوس مع الحضان. هوريكم برضو زغاليل تاني هنا اهو. دول زغلولتين زاجل غير الاولانيين، نفس العمر اهم. برضو اهاليهم هياخدوا اسبوع 10 ايام ويبداوا اللي هم يبيضوا. دي طبعا الدفعه اللي رايحه لاخويا شعبان المجولي. في زغلول تاني هنا اهو. ده زغلول هيطلع كريزلي. هو زاجل بس واخد توب كريزليات. وفي 3 زغاليل فوق، ولسه في زغلولتين صغيرين هنا معانا. تمام يا رجاله. في بقى حاجه النهارده بقى مع بعضينا في الحلايسه كمان. ثواني تعالوا معايا، تعالوا معايا، انزلوا هنا. بصوا دي تيره حليسيه اهي. التيره دي يا جدعان بيضت بيضه لوحدها، مع انها لسه بترمي نواعم شويه، هي مشوكه بس بيضت حصويه تحت لوحدها. احنا هندخلها على الذكر بتاعها اهو. دول بقى بنشغلهم ساعات حضان. دول بنشغلهم ساعات حضان، وساعات باخد زغلولتين اهم. يعني لو اتزنقت في حضان فبحضن تحت منهم، ما اتزنقتش اديني بطلع منهم زغلولتين وربنا يكرمك. تعالوا بقى النبذه اللي انا عاوز اتكلم فيها النهارده. طبعا فوزيه اهي، فوزيه اللي حيرتني وحيرت مصر كلها. ما احناش عارفين اذا كانت ذكر النهارده ولا انتايه. انت ذكر ولا انتايه؟ يعني قولي لي ذكر، قولي لي اجيب لك نتايه اجيب لك ذكر ولا انتايه؟ قولي لي بالله عليك ذكر ولا انتايه؟ كلميني بس هنا فوزيه، ذكر ولا انتايه؟ اول مره احتفظ فرده حمام كده بصراحه اهو. انا هعرضها لكم، شوفوا وشها وقولوا لي انتوا بقى في الكومنتات ده وش ذكر ولا انتايه اهو. هسيبها في الباب وبصوا عليها كده لما تخش الباب. تعالوا معايا كده، تعالوا معايا شوفوا كده اهو. هي مش بتشخوى، اهو. ذكر ولا انتايه؟ الله اعلم، الله اعلم. تمام. الحاجه التانيه بقى النهارده الاساسيه اللي عايز اتكلم فيها، ازاي بجوز ذكر لانتيتين في وقت واحد. الكلام ده شرحناه مع الجيل القديم، ولكن النهارده احنا معانا جيل تاني. ازاي بجوز ذكر لانتيتين في وقت واحد؟ طبعا خليكم معايا كده. نقول اول حاجه بسم الله ما شاء الله، نقولوا بسم الله ما شاء الله. دي انتايه عاده خالص بيضه اهي. طبعا انت تشوفها تقول حجريه لان العين بكمه، ولكن هي فيها تشبيحه في الديل، وكان فيها دبوره خضراء او دبوره صواينه اهي. بصوا يا جماعه
فيها دبورة صيني، فيها دبورة صيني اهي باينه معاكم. بحط التيره دي هنا خلاص، وهروح اجيب التيره التانيه المراقبه صفرة دي اهي. دي التيره التانيه اللي بودت شبع معانا اهي، تمام. احطها للتمر هندي ونتفرجوا مع بعض. اتفرجوا كده معايا اهو، التيره زايفه، بصوا زايفه اهي، بتنط لي الدكر كده نطه البطه اللي انتوا عارفينها دي، زايفه تمام. بسيب النتايه دي مع الدكر فتره ساعه، فتره ساعه لحد لما يسكها ويكسرها. وبعد كده يا عم الحاج، وبعد كده بسيب النتايه زي ما هي في الباب، وباخد الدكر، باخد الدكر واحطه للنتايه التانيه. بصوا برضو معايا كده، النتايه التانيه زايفه اهي، هحط لهم بياضه دلوقتي، هجيب لهم بياضه واحطها لهم. النتايه التانيه زايفه خلاص. طيب انا طلعت الصبح حطيت الدكر عند النتايه دي وقعد معاها ساعه ساعتين لحد العصريه. باجي العصر بقوم حاطه عند النتايه التانيه يقعد معاه لحد بالليل. اجي بالليل اقوم واخده من النتايه دي ومبيته هنا يقعد معاها يوم. اجي العصر اقوم مبدله. بعمل الموضوع ده لفتره اسبوع لحد لما اجس النتايه والاقي النتايه عليها بيض. اول ما النتايه تشيل بيضه اشيل الدكر من عندها على طول. هتقولي طب والبيضه الثانيه؟ الدكر اللي يخصب اول بيضه يخصب الثانيه على طول، الاثنين بيخصبوا مع بعض. يعني مش لازم يكسر تاني، مش لازم يكسر تاني يا عم الحاج، هو قام بالواجب من اول بيضه. طب لو سيبناه والدكر شاف النتايه باضت هيروح يضرب النتايه الثانيه. ازاي يا عم؟ ما هي دي مراته ودي مراته، بس اللي باضت هي دي اللي انت، يا نهار ابيض زي ما انتوا رجاله، اللي باضت هي دي اللي انتمائه هيكون ليها اكتر. طيب انا النهارده لقيت النتايتين شالوا حصى في وقت واحد، بعد اسبوع بعد 10 ايام الاتنين بقى عليهم بيض. باخد الدكر في باب تاني بعيد، احطه في باب تاني بعيد عن النتايتين لحد لما النتايتين يبيضوا. طب اعمل ايه في النتايتين يا ابو حازم؟ طب مين اللي هيقعد عليهم؟ مين اللي هيرد؟ انا اللي هقعد لك عليهم؟ انا مش هقعد لك عليهم يا عم الحاج، ما انا مش حاجه ارد لك عليهم ولا النتايتين ينفعوا. لازم تكون محضر حضان للنتايتين دول يبيضوا، تقوم واخد الحصويتين حطيتهم تحت الحضان الاربع حصويات. يبقى انت كده ربنا كرمك باربع حصويات اخوات او 4 زغاليل اخوات من ذكر واحد شكل واحد. بريح الذكر اسبوع 5 6 ايام يكون عزله بعيد عن الطواير، وابدا اجيب له نتايتين تانيين ادخلهم له غير اللي هو كان متجوزهم، واعيد الكر عليه تاني لحد لما يشيلوا حصى ويبيدوا. طب مين هيقعد على البيت؟ برضه مش انا اللي هقعد لك عليه، لازم يكون عندك حضان. كل انتايه في السلاكه عندك لازم يكون ليها قص حضان. كل ذكر، بقول لك كل انتايه مش كل ذكر، لان ممكن ذكر زي الاخضر ده خد نتايه، خدت حصويتين شلتها دخلت له نتايه تانيه، يبقى لازم كل انتايه يكون ليها قص حضان. طب النهارده انا عندي مثلا 10 دكوره و20 نتايه، يبقى انت محتاج 25 قص حضان. ايه يا عم انت مش قلت كل نتايه ليها قص حضان؟ يبقى ازاي 20 نتايه عاوزين 25 قص حضان؟ لازم يكون عندك على الاقل 5 قصوص تحضين استوكات، استوك للفرخ بتاعك. خلاص يا رجاله، الفيديو ده عاوزك تحفظه كويس قوي، وتابعونا على القناه دي اللي هننشر عليها ان شاء الله الفيديوهات اللي جايه، سواء كانت في السلاكه او في الغيه او في اللفت او في الرميات، لان القناه الثانيه صدقوني بجد حصل عليها ابلاغات وتم وقفها من اليوتيوب، فهنتابعه هنا. وانا عارف ان انتوا قد الفزعه وهتفزعوا القناه دي فزعه بجد، وان شاء الله اللي جاي خير. وتحياتي ليكم اخواتي وحبايبي، واحنا صباح عليكم، واحنا صباح على كل الناس، والتربو من مكانكم بيصبح عليكم يا اجدع ناس. وحب الناس كنز يا ناس.
السلام عليكم.